لو عندك علبة لبن فارغة زي دي يبقى عندك الخير كله في بيتك، ده بمثابة كنز، اوعي ترميها في الزبالة تاني مرة. بعد الفيديو ده هتستفادي من علبة اللبن الفارغة، وهتشوفي ازاي. تابعي الفيديو للآخر ان شاء الله تستفادي منه. اهم حاجة هترفعي لي الفيديو بتاعي وتدعموني باللايك الجميل بتاعك، وطبعا شيري على قد ما تقدري، وطبعا تشتركي في القناة تشرفيني وتنوريني، وتفعلي زر الجرس على الكل علشان تتفرجي على كل الفيديوهات. شايفين بقى التوست الجميل الروعة ده؟ عايزة اقول لكم هش وطري وريحته حلوة جدا واحلى من بتاع بره 1000 مرة. كفاية انه موفر وعاملاه بنظافة ايديكي كده. وتعالي بقى نفطر بيه بمعلقة مربى كده، دي مربى برتقان يا جماعة. هننزل لكم الفيديو بتاع البرتقان بعد الفيديو ده على طول. شايفين بقى الجمال؟ الموضوع سهل جدا مفيهوش اي صعوبة. يلا بينا بقى نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم نص معلقة ملح، نص معلقة كبيرة ملح. وعندي معلقتين كبار من السكر العادي خالص، عليهم معلقة صغيرة خميرة فورية. وعندي كوباية إلا ربع لبن دافي، نفس الكوباية اللي عيرتي بيها الدقيق. هاخد معلقة من الدقيق كده من البولة اللي جنبي دي كده، وهدوبهم في اللبن والخميرة والسكر. ومعلقة كبيرة من الزبدة البلدي علشان أطعم التوست بتاعي وأخلي كده ريحته مميزة وطعمه خطير. الزبدة بتاعتي علشان الجو ساقع شوية يا جماعة فهي متجمدة، بس لما تنزل في اللبن الدافي هتفك على طول. وبضاية واحدة، ومعلقة من الخل اللي أنا بحطها على كل المخبوزات يا جماعة. هندوب بقى كل الكلام ده كويس جدا، وهغطيها واسيبها على جنب كده تخمر. عشان كده انا حاطه معلقه الدقيق مع الخميره. عايزه اعمل كده لبابه للعيش تقعد معايا وقت طويل، طريه وفي نفس الوقت تبقى متماسكه وجميله وطريه طبعا. هنزل بقى بعد ما خمرت، هنزل بيها على الدقيق وهعجن بايدي كويس جدا من 8 ل 10 دقايق يا جماعه، لغايه ما الدقيق يختفي خالص من البوله ويبتدي طبعا ينعم ويتلم معايا. بصوا هنا ابتدت تتلم اهي، بقت كوره ناعمه. هحط بقى كده شويه زيت في البوله بتاعتي، وهرجع كرة العجين فيها وهغطيها واحطها في مكان دافي يا جماعه. طب احنا الجو ساقع اليومين دول، حاولي كده لو انت هتشغلي الفرن تعملي فيه حاجه، او مشغله الدفايه فهتدفي لك الجو، او غطيها. عندي بقى علبه اللبن بالمقص او بالسكينه، هفتحها كده زي المركب. بصوا كده بقت عامله زي المركب يا جماعه. هدهنها كده بفرشه السيليكون كده دهنة زبده. وتعالوا بقى نشوف العجينه بتاعتنا لما خمرت. من الناحيه الناعمه هنزلها على الترابيزه وهقطعها 2، عشان احنا هنعمل رغيفين توست مش رغيف واحد. بصوا حطيت الناحيه الناعمه لجوه على الترابيزه، والناحيه اللي هي يعني مش متساويه لبره. حطيت بقى العلبه جنبي علشان اقيس عليها. بصوا عايزه مستطيل، الطول الضلع بتاعه اللي هو الطول مش العرض، يبقى نفس طول علبه اللبن. انا ما خدتش بالي، المفروض ان انا احط الكاميرا الناحيه التانية يا جماعه علشان تاخدوا بالكم، بس انا هعيد معاكم الرغيف دوت تاني. بصوا هنبتدي نبرم كده برمة على الضيق، واحده واحده علشان ما تبقاش على الواسع. هقفل بقى الرغيف بعد ما برمته بالشكل ده واحطه في علبه اللبن، وهديها بقى تبطيطه كده علشان لما يخمر يملالي العلبه. هفرده كده في العلبه، واحطه برضو في مكان دافي.
بس كده حطه في مكان دافي بقى، وتعالوا اعمل معاكم رغيف تاني عشان اللي ما خدش باله. برضو هديها كده دهنة زبدة، واجيب الرغيف التاني خلي الناحية الناعمة لجوه على الترابيزة، والناحية اللي هي مش متناسقة يعني مع نفسها كده ايه لبره. برضو حاطة الصينية علشان اقيس عليها، بصوا حطها جنبي كده ومستطيل، وابتدي ان انا ابرم برمة ضيقة، بصوا على الضيق خالص اهو بالشكل ده بصوابعي، وبعدين اقفل وبعدين احطه في الصينية. ولا اسهل من كده يا جماعة. هديله بقى تبطيطة واسيبه برضو يخمر مع الرغيف التاني في مكان دافي. عايزة اقول لكم بقى لما هيخمر هيزداد، هيضاعف حجمه كتير، وهيبقى مالي العلبة زي ما انتوا شايفينه كده، اللهم بارك. هنا بقى احنا مشغلين الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الاوسط لمدة 10 دقايق، وبعد كده بنهدي النار خالص يا جماعة. هتلاقوا الوش بيحمر بسرعة. لو لقيتوه احمر زيادة عن اللزوم، يعني انا عايزاه اللون ده، هو اللون ده اللي انا محتاجاه، اللون الذهبي الغامق. ما تطلعوش وهو ذهبي فاتح، هتلاقيه عجين من جوه لسه ما استويش. لو حسيتوا ان هو هيتحرق معاكم ولسه ما استواش من جوه، تقدروا تغطوه بورق ألمونيوم عشان تحافظوا على لونه. واول ما يطلع هتدهنوه كده بفرشة زبدة كده علشان يلمع ويطرى، الطبقة دي تطرى معاكم. وتعالوا بقى نطلع كده من العلبة بتاعت اللبن رغيف التوست. مين يصدق ان العلبة دي اللي المفروض تترمي في الزبالة تطلع الجمال ده كله. عايزه اقول لكم الرغيف اللي اتعمل في العلبة بتاعت اللبن كان اعلى واحلى من اللي كان في الصينية الصغيرة بتاعت التوست. بصوا تحسوا ان ده اعلى من ده. لو الفيديو بتاعي عجبك ووصلتي معايا للاخر، يا ريت ما تنسينيش باللايك الجميل اللي بيفرحني ويسعد قلبي. وطبعا علقي وقولي لي انت من انهي بلد. وطبعا تشرفيني وتنوريني في قناتي المتواضعه. طبعا تشتركي لي في القناه وتفعلي في زر الجرس، وطبعا تشيري لكل اصحابك وحبايبك علشان يستفيدوا. يا رب يكون الفيديو عجبكم وكان خفيف على قلوبكم. مع السلامه.